من نحافة مفرطة إلى زيادة طبيعية في الوزن بدون وصفات، فقط بهذا الروتين اليومي اللي أنا كنتبعه كل نهار مع الوجبات الصحية والطبيعية. فاليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم بعض الأفكار باش تزيدوا في الوزن بطريقة طبيعية كيف ما كندير أنا. السلام عليكم، إلى عجبتكم الفكرة ما تنسونيش من لايك وكومنتير والاشتراك في القناة. قولوا لي كيفاش كتعاملوا مع الوزن ديالكم، وحتى نتوما كتاخدوا اشياء طبيعية ولا قوم بهذه الاطلاله هذه في الروتين الصباحي. فاول حاجه هنايا الفطور كنسخن المسمن. بالنسبه للمسمن كنطيبه بطريقه طبيعيه، كيطيب غير في الزبده وزيت الزيتون. ما كنديرش انا زيت المائده لان امعائي ما كيستحملوش انهم يتناولوا زيت المائده، وخاصو يطيب ما خاصوش يطيب في الزيت، كيدار كل شيء في الداخل ديالو وكيطيب في المقلاة وهو ناشف، يعني كيطيب بدون ما يتقلى. فانا ملي سافرت لهنا ما جبت معايا بزاف ديال المسمن وخرجته من الثلاجه وكنطيبه هنايا شويه بشويه. تقريبا جبت اللي بقى ليا شي 5 ايام. فهنا غادي نحضر المسمن. سخنته انا والعائله طبيعه الحال. هنا عندي شاي ديال الخروب بدون سكر، هنا براد ديال الخروب وصافي. ملي سخنت المسمن غادي نحطو في الطبله. هذه هي الطبله ديال الفطور مع البراد، يعني على قد الحال وصافي، لان داكشي اللي متوفر في البيت. يعني البساطه هي السعاده ديال كل شيء. صافي، هذا هو الفطور ديال هذا الصباح. هنايا ملي فطرت درت شويه ديال قهوه معطره. بالنسبه للقهوه المعطره هي صحيه بزاف، كتساعد في تنشيط الامعاء والمعده، لان هي معطره فيها علاج ودواء. ملي سخنتها دائما كناخذ واحد الكاس ديال القهوه المعطره، اما في الصباح مورا الفطور ولا كناخذو في العشيه مع العصر. صافي شويه ديال القهوه، ما كنكثرش لا دوز، غير شويه وصافي. من بعد هنا كنطيب الطاجين. هنا عندي شويه ديال اللحم ديال الغنمي ماشي البقري، مع شويه ديال البصله والثومه. صافي، يعني كلشي كيعرف يدير الطاجين ما شاء الله. غادي نرافقوه في المائده مع شويه ديال السلطه. انا كنشوي الفلفله مع شويه ديال السلطه وشويه ديال عصير البرتقال مع الخيار. وهذا هو الطاجين، الوجبه ديال اليوم. الشلاضه غادي نمشيو ننتقلوا لوجبه اخرى اللي هي طاجين الحوت في النهار الثاني. هذا الطاجين الحوت. هنا ملي تغديت خديت واحد الكاس صغير شويه، درت فيه راس معلقه ديال نخالات القطونه باش تساعدني على الهضم، وحتى هي راه كتغلظ من بعد الاكل. باغول كتنفع لانقاص الوزن حتى ماشي غير زياده الوزن. دابا ملي تغديت وخديت لاسباغول غادي ننعس او نخلط القطونه. غادي ندير واحد القيلوله شويه. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما نبقاش نغبر عليكم. سلامه.